السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل كلامنا عن الاندو في الكليننج اند شيبنج او البايوميكانيكال بريباريشن. طبعا يعني ايه كليننج يعني ريموفال اوف الاول كونتاكت اوف الروت كانال سيستم قبل وديورنج الشيبنج. يعني ايه؟ يعني ان انت هتشيل كل محتويات الكنال بتاعتك سواء وانت بتعمل كليننج او بعد ما تعمل شيبنج كمان. قال لك الكونتنت دي ممكن تكون اورجانيك سبتراكت، حاجات من البلب نفسه لسه موجوده، او مايكرو فلورا بكتيريا، او بكتيريال باي برودكت، او فود ديبريس، او كيرز، او بلبستون، او روت كانال فيلنج كانت موجوده قبل كده وانت بتعمل ريتريتمنت. كل دي حاجات، اي حاجه موجوده في الكافيتي بتاعتك او في الكنال بتاعتك لازم تشيلها، ريموف. تمام. ده هيديك ايه؟ ده هيديك كل البيولوجيكال اوبجكتيف للروت كانال بريباريشن. البيولوجيكال اوبجكتيف هنتكلم عليها كمان شويه. تحصل عليها منين؟ تحصل عليها من الكليننج، ان انت تشيل كل الحاجات اللي موجوده في الروت كانال او في الكنال بتاعتك. تمام. طب ايه هو الشيبنج؟ هو الشيبنج ان هو برودكشن اوف 3 دايمنشنال كونتينوسلي تيبرنج، ان انت تعمل 3 دايمنشنال كونتينوس تيبرنج. التيبرد بتاعك ده او المالتي بليند كون شيب ده يكون منين؟ من الاكسس كافيتي اللي احنا عملناها واتكلمنا عليها قبل كده لحد الراديوجرافيك تيرمينس اللي احنا لسه متكلمين عليها في الفيديو اللي فات. تمام. وايل وانت شغال بتعمل الشيبنج بتاعك لازم تاخد بالك بريزيرفنج الابيكال فورامينا سايز اند بوزيشن، ان انت تاخد بالك من الفورامين بتاعتك او الماينور ايبيكال كونستريكشن، البوزيشن مكانه فين اللي هو الوركينج لينس، والسايز بتاعها هي شخصيا ما توسعهاش وما تضيقهاش، يعني ما توسعهاش زياده عن اللزوم. تمام. ده هيعمل لك ايه؟ ده هيديك بروبر كليننج، ان انت لو في اي حاجه ناقصه من الكليننج بتاعك بروبر كليننج انت هتعمل خلاص هتشيلها، ما عادش هتفضل حاجه، والاوبتيوريشن بعد كده بروبر اوبتيوريشن. طيب ايه بقى الاوبجكتيف في الايه في الروت كانال في الشيبنج؟ بقى ايه الاوبجكتيف بتاعت الشيبنج؟ الاوبجكتيف عندنا ميكانيكال اوبجكتيف وبيولوجيكال اوبجكتيف. الميكانيكال اوبجكتيف ان انت تعمل كونتينوس تيبر ان الكانال سيستم دايمتر يقل من الكورونال تو الابيكال دايركشن، يقل من فوق لتحت لحد ما توصل لأضيق منطقه تحت اللي هي الابيكال اوبننج تكون سمول از بوسيبل. يبقى احنا كده اتكلمنا على كام حاجه؟ 3 حاجات. كونتينوس تيبر التيبر ده جاي منين؟ من عند الكانال سيستم دايمتر يعني بتاعك يبدا كورونال، من كورونال للابيكال يقل لحد ما توصل للابيكال اوبننج تكون سمول از بوسيبل. البريباريشن بتاعك يكون في مالتيبل بلين، انت مش شغال ميزو ديستال بس او باكولينجوال بس، انت مش هتخلي الكنال كده مفلطحه، لا انت بتخليها ايه؟ مدوره، اللي هي ايه؟ في مالتيبل بلين. افويد ترانسبورتيشن للابيكال فورامين من مكانه، يعني لازم تشتغل على وركينج لينس بتاعك بالظبط. الاوبجكتيف ديت من اللي عملها شلندر اوبجكتيف تتقسم لميكانيكال اوبجكتيف وبيولوجيكال اوبجكتيف. الميكانيكال اوبجكتيف كونتينوس تيبر، ان الكنال سيستم يقل في الدايمتر من كورونا لحد الابيكال لحد ما نوصل للابيكال فورامين تكون سمول از بوسيبل. البريباريشن بتاعك في مالتيبل بلين. افويد ترانسبورتيشن للابيكال فورمين، يعني هتشتغل على وركينج لينس ما تغيروش. طب البيولوجيكال كونسيدريشن او البيولوجيكال اوبجكتيف عندنا عباره عن ايه؟ ان انت تريموف كل البالب تيشو. دي الكليننج بقى. احنا قلنا الشيبنج بيديك ميكانيكال اوبجكتيف، طب الكليننج هو اللي بيديك البيولوجيكال اوبجكتيف. ايه بقى ان انت تعمل ايه في البيولوجيكال اوبجكتيف؟ ريموف كل البالب تيشو، بكتيريا وبرودكت وكل الحاجات دي. ان البروسيجرز بتاعتك تكون كونفايند في الروت كانال، يعني الاريجيشن مثلا ما يطلعش للبريدونتال تيشوز او ما يطلعش في الاورال كافيتي. افويد ان الدبرس يحصل لها اكستروجن ايبيكالي. بروفايد سفيشنت سبيس للاريجيشن بتاعك. كومبليت كليننج اند شيبنج للكنال في سنجل فيزيت، ان انت ما تقعدش تعمل كليننج وشيبنج في 2 فيزيت، لا في اول فيزيت لازم تخلص. ليه؟ ان انت لو سبت الكنال بتاعتك مفتوحه فده معرض ان المايكرو اورجانيزم او البكتيريا تدخل لحد البريبيكال تيشو، تعدي في الكنال. انت فتحت لها الطريق، هتعدي من الكنال تدخل لحد ما توصل للايه؟ للابيكال تيشوز. يبقى انت البيولوجيكال كونسيدريشن بتاعتك تريموف كل البالب تيشو واي حاجه موجوده في الكنال. البروسيجر بتاعتك تكون كونفايند في الكنال سبيس، ما تطلعش براها. افويد الدبرس اكستروجن ايبيكالي. بروفايد سفيشنت سبيس للاريجيشن. كومبليت الكليننج اند شيبنج في ايه؟ في سنجل فيزيت. تمام. ايه بقى البرنسبل اللي احنا بنعتمد عليها او بنستنى نشوفها في الكنال بريباريشن واحنا بنعمل البريباريشن؟ مين اللي حطينا البرنسبل دي؟ جي في بلاك. يبقى شلندر حطينا الاوبجكتيف اللي انا المفروض احصل عليها في الاخر، وجي في بلاك حطينا البرنسبل اللي انا همشي عليها ديورنج البريباريشن. اول حاجه في البرنسبل ان انت تعمل لي اوت لاين فورم يعني تيبرنج كويس. تيبرنج يعني ايه؟ يعني ان الاوت لاين فورم لازم يكون كوريكتلي شيبد، الشيب بتاعك استابليشد
establish complete access للانسترومنتيشن. يبقى الاوتلاين فورم بيديك ايه؟ بيديك ان انت تبقى عندك complete access للانسترومنتيشن بتاعتك من اول المارجن بتاعه الكافيتي فوق لحد الابيكال فورامين، ان الانسترومنت بتاعتك توصل لكل المنطقه دي من غير اي حاجه ما تعوقها. تمام؟ يبقى ده الاوتلاين فورم. بعد كده الكونفينينس فورم هو قال لك ان انت تعمل موديفيكيشن على الكافيتي اوتلاين علشان نستابليش جريتر كونفينينس الايه؟ ان انا احط بليسمنت للراديكولار والانترا كورونال ريستوريشن، ان انت تبدا تحط الجتابركه بتاعتك. ده الكونفينينس فورم. بعد كده التواليت اوف الكافيتي، يعني ايه؟ يعني انت تعمل irrigation للكافيتي وتعمل دراينس. يعني ايه برضو؟ قال لك كل الكيرز، كل الدبرز، اي نكروتيك ماتيريال، اي حاجه في الكافيتي لازم تشيلها زي ما قلنا من التشامبر قبل ما تبدا تحط الايه، قبل ما تعمل بريباريشن وتخلص البريباريشن بتاعك. يبقى اول حاجه اوتلاين فورم ده يديك الكومبليت اكسس للانسترومنتيشن. بعد كده كونفينينس فورم ان انت تبدا تعدل على الاوتلاين فورم اللي انت وصلت له ده لحد ما تبقى وصلت للشكل الكامل او الشكل النهائي الكونفينينس اللي هيبقى مستعد ان انت تعمل بليسمنت للايه، للجتابركه او الراديكولار اند الانترا كرونر ريستوريشن اللي هي الجتابركه. تمام. بعد كده التواليت اوف الكافيتي ان انت تعمل irrigation ودراينس كويس جدا للكافيتي علشان ما تسيبش اي دبرس موجوده في الكافيتي. بعد كده عندنا ريتنشن فور، عندنا ريزيستنس فور، بعد كده اكستنشن فور بريفنشن. خد بالك بقى ريتنشن 2 تي مهمه جدا علشان عم بصمجها بالجاتا بيركا وفيتنج للجاتا بيركا. الريتنشن فور ان انت تعمل ايه؟ ان اخر من 2 3 مللي يكونوا باراليل، الوولز بتاع اخر 2 3 مللي ما يكونوش تيبر، لا وقف التيبر قبل 2 3 مللي من الايبكس، واخر 2 3 مللي يكونوا ايه؟ باراليل. ليه؟ علشان نقلوا الفيتنج 2 تي اوف الجاتا بيركا الكون، علشان ما تتلخبطش وتختارها ريزيستنس، لا فيتنج 2 تي اوف الجاتا بيركا، جاتا بيركا 2 تي، ريتنشن 2 تي. تمام عشان ما نختارهاش ريزيستنس في الاخر. ده هيساعدك في هيبريفنت البركوليشن او الليكج. تمام زي الفل. ايه هو بقى الريتنشن فورم؟ زي ما قلنا ان انت ريتنشن ان انت تعمل سناج فيتنج للجاتا بيركا. طب ايه هو الريزيستنس بقى؟ الريزيستنس ان انت تعمل ايه؟ ان وانت تعمل اوفر فيلينج وانت بتعمل كوندنسيشن. طب ايه الاكستنشن فور بريفنشن؟ الاكستنشن فور بريفنشن يعني البريباريشن بتاعك لازم ياخد الانتاير كانال لينس، يبقى شغال على وركينج لينس كامل، تفضل تمنتين الوركينج لينس بتاعك وما تصغرهوش او ما تزلوتوش او ما تقللوش. ليه؟ علشان كومبليت ديبريدمنت اوف الروت كانال، ان الكانال بتاعتك تكون كامله مكمله يا عم الحاج، ما فيهاش اي مشكله. طيب ايه بقى الكلاسيفيكيشن بتاعت الكليننج اند شيبنج انسترومنت؟ الكلاسيفيكيشن بتاع الانسترومنت خد بالك. اول حاجه عندنا الهاند انسترومنت، الهاند يوز، حاجات بتستخدمها بايدك، كي فايل اتش فايل اتكلمنا عليهم. بعد كده الباقيين كلهم انجن دريفنج. الانجن دريفن عندنا لاتش تايب اللي هي الجيتس جليدن دريل اللي هي البيسو والبيسو ريمر اللي الدكتور بيقول عليها جي. طيب او النيكل تيتانيوم روتاري انسترومنت، روتاري بروفايل برو تيبر جروب، بروفايل برو تيبر حرف الار. طب الادجستنج انسترومنت فيها ادجستنج سيلف ادجستنج ايه فايل سيستم. طب الريسبريكيتنج الويف 1 جروب، الويف 1 جروب دي ايه؟ ريسبريكيتنج انسترومنت. تمام. بعد كده عندنا السونيك والالترا سونيك، يبقى عندنا هاند انسترومنت كي فايل واتش فايل، عندنا انجن دريفن الباقيين كلهم، اللاتش دي الجيتس جليدن او الجي، النيكل تيتانيوم روتاري انسترومنت بروفايل برو تيبر جروب، ادجستنج سيلف ادجستنج ريسبريكيتنج الويف 1 جروب، والسونيك والالترا سونيك انسترومنت، ودي الصور بتاعتهم كلهم. طيب اليوزنج بتاع الهاند انسترومنت، في طبعا احنا بنستخدم الهاند انسترومنت بموشن، في بيزك انسترومنت موشن لازم نتعلمها ولازم نعرف ايه الفايل اللي بنستخدمه في كل موشن. اول حاجه عندنا الريمنج موشن. الريمنج موشن ان انت تعمل كلوك وايز موشن اوف الانسترومنت تو جنريت كاتنج افكت بروديوس راوند كانال سيستم، يعمل لك ايه؟ راوند كانال سيستم انديكيتد ويز الايه؟ الكي فايل والريمرز. الريمرز من الجيتس جليدن، جيتس جليدن اند ريمر، جي وريمرز. الريمر والكي فايل بيعملوا لك ايه؟ ريمنج انسترومنت. طبعا ريمر ريمنج موشن، والكي فايل حلو ده يعمل لك ايه؟ بروديوس راوند كانال. طب الفيلنج موشن ان انت تبدا بش وبول تنزل وتطلع تلف كلوك وايز، دي اسمها ريمنج موشن. طب تنزل وتطلع بالانسترومنت دي اسمها ايه؟ فيلنج موشن، اكنك بتعبي كده. ريكومندد فور ايه؟ انلارجنج الكنال او الكورونال 2/3 اوف الكنال، ان انت لما تزق لتحت هتطول ان تعمل انلارجمنت في الكنال، لكن الثانيه تعمل راوند، انت بتلف هتعمل راونديشن للكنال. كل الفايل كان بي يوزد، ولكن الاتش فايل از البيست. كل الفايل تقدر تستخدمهم، ولكن اهم فايل في البوش اند بول او الفيلنج هو الايه؟ هو الاتش فايل. حلو
طيب قال لك it doesn't engage during insertion، مش بيمسك في الكنال and cut only during الwithdraw. يبقى وانت بتنزله الاتش فايل وانت بتنزله مش بيقط عندك حاجه، ولكن وانت بتطلعه بيبدا يقط في الكنال بتاعتك، ودي الميزه بتاعته. يبقى احنا اتكلمنا على البيزك موشن، اول اتنين موشن. الريمنج موشن هي كلوك وايز، بتلف مع عقارب الساعه، دي بتعمل لك عشان انت بتلف بتعمل راونديشن، واللي بيعمل الحركه دي هو الكي فايل والريمر. الريمر يعمل ريمنج موشن. طب الفيلنج موشن، البوش اند بول موشن، بتضغط لتحت فهتطول الكنال. اللارجنج في الكورونر ثيرد تو ثيرد اوف الكنال. حلو زي الفل. كل الفايلز حلوه وكل الفايلز شغاله، ولكن الاتش فايل هو احسن واحد فيهم لان هو مش بيقطع وهو نازل، لا بيقطع وهو طالع. بعد كده عندنا التيرن اند بول. تيرن اند بول كومباينيشن ما بين الريمنج موشن والفيلنج موشن. قال لك ديت ايه بقى؟ الفايل انسرتد ويز كوارتر تيرن، نص لفه. حلو، او ربع لفه انا اسف. كلوك وايز اند ايبيكالي دايركتد بريشر، تضغطه لتحت. انت بتحط الفايل وبربع لفه بتضغطه لتحت، وبعد كده سيكونشالي ويثدرو، بعد كده ترفعه. ان انت بتلف مع عقارب الساعه كلوك وايز وتضغط لتحت دايركت بريشر ايبيكالي، وتبدا تطلعه تاني اكنك بتعمل البوش اند بول والتيرن. يبقى تيرن اند بول كومباينيشن ما بين الريمنج موشن والفيلنج موشن. بعد كده الواتش وايدنج موشن. قال لك دي بعد كده الواتش وايدنج موشن. الواتش وايدنج ان انت تفضل تلف في تلف الفايل. ازاي بقى؟ تلف 30 60 درجه كده، الروتيشنال بتاعتك تكون ما بين ال 30 وال 60 درجه. ازاي بقى؟ ان انت تبدا كلوك وايز، تلف الفايل كلوك وايز مع عقارب الساعه وتبوش الفايل. تمام. وبعد كده تبقى عامل ايه لما تعمل دي؟ الفايل هيمسك في الدنتين. تعمل ايه بقى؟ تعمل كاونتر كلوك وايز موشن، تقطع الدنتين اللي انت مسكته. هي دي الواتش وايدنج موشن، ان انت كلوك وايز اند بوش تنجيج دنتين، تتحرك مكانك كاونتر كلوك وايز. لما تتحرك مكانك كاونتر كلوك وايز هتقطع الدنتين اللي حصل له انجيجمنت معاك. دي الواتش وايدنج موشن. تمام. بعد كده الواتش وايدنج موشن اند البول. ازاي بقى؟ ان انت برضو هتعمل الواتش وايدنج موشن تمام وشغال ايبيكال دايركشن، ان انت انسترومنت موف ايبيكالي باي روتيشنال اللي هي الواتش وايدنج موشن. ازاي بقى الواتش وايدنج؟ ان انت هتلف كلوك وايز تمام وتباش الفايل ينجيج الدنتين وانت مكانك كاونتر كلوك وايز، تقطع اللي انت عملت له انجيجمنت تاني كلوك وايز اند بوش ايبيكالي. بعد كده كاونتر كلوك وايز تقطع تاني لحد ما يحصل الريزيستنس عاليه. اول ما تحس بريزيستنس عاليه بول موشن، تسحب الفايل من غير ولا اي حاجه. انت كده عملت طلعت كل الدبرز اللي انت قطعتها من الدنتين. يبقى الواتش وايدنج موشن بوش وكلوك وايز وانت مكانك مش بترجع ولا بتتحرك، كاونتر كلوك وايز تقطع اللي انت عملت له انجيجمنت تاني كلوك وايز وبوش، بعد كده كاونتر كلوك وايز وبوش كاونتر كلوك وايز، هكذا لحد ما تحس ان الريزيستنس عالت تبدا تبول اللي هي الواتش وايدنج اند بول موشن. دي خامس موشن. بعد كده عندنا البالانسد فورس. البالانسد فورس انك ان الفايل تبدا تنسرت الفايل في الكنال بربع لفه، كوادرانت كوارتر تيرن موشن، ربع لفه كده تدخل الفايل في الكنال وتبدا سيملتينيسلي روتيت كاونتر كلوك وايز وايبيكال دايركشن. يعني ايه؟ يعني انت بعد ما تحط الفايل بربع اللفه دي تبدا تلف الفايل كاونتر كلوك وايز وتضغط دايركشن، كاونتر كلوك وايز وتضغط ايبيكالي، كاونتر كلوك وايز وتضغط ايبيكالي. بعد كده تبدا تعمل ان الفايل تبدا تريموف الفايل بقى بموشن كلوك وايز. يبقى انت حطيت الفايل انسرتد الفايل في الكنال اول حاجه بربع لفه، وبعد كده بدات تضغط عكس عقارب الساعه بلفه عكس عقارب الساعه. بعد كده وانت بتطلعه بلف مع عقارب الساعه كلوك وايز. ايه بقى الادفانتج؟ ان انت هتقلل الايبيكال ترانسبورتيشن وانت بتستخدم الفليكس ار فايل، فليكس ار. يبقى انت هتقلل ان انت تنقل الايبيكال كونستريكشن بتاعك، هتقلل الدبرس اكستروجن، مش هتضغط انت مش هتعرف تضغط الدبرس ايبيكالي، وهاي افشنسي فعال جدا. تمام. يبقى احنا كده خدنا كام موشن؟ 6 حركات للفايل، تتحفظ طبعا جدا. تمام. تكنيك اوف الروت كانال بريباريشن. عندنا كام طريقه؟ 3 طرق اساسيه. اول حاجه ان انت تعمل بريباريشن من الايبيكال ثيرد للكورونال ثيرد، اسمها ايبيكال تو كورونال، او العكس من الكورونال تو ايبيكال. حلو. او ان انت تجمع ما بين الاثنين، هايبرد تكنيك. طيب الايبيكال عندنا كونفنشنال تكنيك، ستيب باك تكنيك، موديفايد ستيب باك، وباسيف ستيب باك. طب الكورونال تو ايبيكال، كورونال كراون داون، ستيب داون، بالانسد فورس تكنيك، دبل فلير تكنيك، موديفايد دبل فلير. هنتكلم على اول واحد اللي هو الستاندردايزد بريباريشن تكنيك، اللي هو الكونفنشنال تكنيك. اول واحد عمله انجل. البرنسبل هنا بيقول لك ايه؟ قال لك ستاندردايزد ريمرز
of increasing the size were used sequentially to increase the apical part of الكنال. قال لك ده ايه؟ ان انت بتستخدم standardized reamer of increasing the size، طريقه ان انت تبدا تكبر السايز تدريجيا sequentially لحد ما تعمل ايه؟ enlargement في الابيكال بارت بتاع الكنال. طب ايه هو التكنيك بتاعك؟ ان انت اول حاجه هتديترماين الوركينج سايز، بعد كده تختار الانيشال ابيكال سايز تحطه في الكنال على الوركينج لينس اللي انت واخده. حلو. بعد كده سيركمفرنشيالي تدريجيا تبدا فيلنج موشن او فيلنج تو انكريز الابيكال كونستريكشن من 2 ل 3 فايل جريتر سايز، تبدا تكبر تحط من 2 ل 3 فايلات اكبر في السايز توصل لحد الوركينج لينس الابيكال كونستريكشن بتاعك. انت كده خلصت البريباريشن بتاعك، هيديك نفس السايز والشيب والتيبر بتاع الايه؟ بتاع الانسترومنت اللي انت بتستخدمها. طب الديس ادفانتج للتكنيك ده ايه؟ كتيره، ان انت ممكن تلوس الوركينج لينس ويحصل ديبريس اكيوميليشن، وممكن تزود فرص حدوث الليدج والزيبنج والبرفوريشن للايه؟ للكيرفت كانال، وبيديك insufficient انسترومنتيشن واوبتيوريشن. انت عملت insufficient مش كافي للاوبتيوريشن بتاعك. بعد كده عندنا الستيب باك او التلسكوبيك بريباريشن او السيريال روت كانال بريباريشن، اللي هو الحاجه بقى اللي احنا بنستخدمها عامه يعني. البرنسبل عندنا كام فيز؟ 3 فيزز. فيز 1 وفيز 2 وريفايننج فيز. ريفايننج فيز عندنا ايه؟ طريقتين فيها. يبقى احنا عندنا اول حاجه فيز 1 ان انت تعمل ايبيكال بريباريشن كويس يبدا من الايبيكال ثيرد او الايبيكال كونستريكشن. بعد كده فيز 2 ان انت تكمل البريباريشن بتاع ريميندنج اوف الروت كانال جراديوالي ستيب باك، تبدا تزود او تكمل البريباريشن بتاعك لحد ما توصل تاخد الروت كانال كلها بحاجه اسمها جراديوال ستيب باك وايل انكريز السايز، ستيب باك وانكريز في السايز. بعد كده تعمل ريفايننج فيز ان انت تعمل بقى كومبليشن، تكمل البريباريشن بتاعك علشان تحصل على الايبكس بتاعتك، ان انت تحصل على التيبر من الايبكس لحد السيرفايكال ثيرد بتاع السن. حلو. ايه التكنيكس؟ وده المهم. اول فيز ان انت في الفيز الاولى هتعمل فيها ايه؟ اول حاجه ديترماين الوركينج لينث، تختار الانيشال فايل سايز، الانيشال ايبيكال فايل. حلو. هتحطه على الوركينج لينث وتبدا عاده بيكون فايل 10 وتحطه في الكنال. بعد ما تحطه في الكنال بوتش وايدنج موشن، حلو، تبدا تسحبه تاني انتر ايه كلوك وايز اندي انتي كلوك وايز بروتيشن كده خفيفه، تبدا تحطه وتحشره زي ما بيقولوا كده في الكنال. تمام. بعد كده تعمل irrigation، تمام، وتبدا تحط فايل بعد فايل بعد فايل بعد 3 فايل بعد الانيشال ايبيكال فايل. اخر فايل، كل فايل من الفايلات الثلاثه دول تحط الفايل تعمل irrigation وتطلعه، تحط الفايل وتعمل irrigation وتطلعه. اخر واحد في الثلاثه دول اكبر واحد في السايز، واخر واحد هيوصل للوركينج لينس بتاعك اسمه الماستر ايبيكال فايل. هناخد الماستر ايبيكال فايل من فيز 1 وننتقل بيه لفيز 2. هنعمل ايه بقى في فيز 2؟ اول حاجه في فيز 2 ان انت هتبدا تكبر، تجيب 3 فايلات تانيين اكبر من الفايل بتاعك ده بكل واحد بمقاس. يعني انت لو مثلا الفايل بتاعك كان اخره 30 ماشي، هتبدا تجيب فايل 35 وتقلل وركينج لينس 1 مللي وتدخل بيه، وبعد ما تدخل بيه تعمل حاجه اسمها ريسوبريكيشن. يعني ايه تعمل حاجه اسمها ريكابيوتيليت ان انت بعد ما تعدي الفايل الاكبر من الماستر فايل وتدخله نص مللي تبدا تدخل الماستر فايل تاني. تدخلتك في الماستر فايل تاني ديت لو في ستيب حصلت ما بين الفايل ده والفايل ده، تبدا في تدخلتك في الماستر فايل تاني تبدا تشيل الستيب دي. بعد كده تكبر كمان سايز، تجيب 40 وتقلل 1 مللي وتدخل بيه تاني. بعد كده ريكابيتوليت تاني، تدخل الماستر فايل تاني، بعد كده تكبر كمان مره. انت كده بتبدا تطلع كورونال بريباريشن، تبدا تدخل ايه؟ كورونال بريباريشن. فاينل تعمل ريفايننج للكنال بقى كلها بالماستر فايل وتمشيها على الوولز كلها كده علشان تديك سموث تيبر دور. ودي شكلها بالفايلات. تبدا بالانيشال فايل، تعمل 3 فايلات بعديه، اخر واحد اسمه الماستر فايل، تاخد الماستر فايل للفيز اللي بعد كده، تكبر فايل وتقلل ملي، تكبر فايل وتقلل ملي، تكبر فايل وتقلل ملي، وما بينهم تعمل ريكابيتوليشن بالماستر فايل ان انت تدخل بيه تاني لحد الوركينج لينس. طيب ايه هي الادفانتج بتاعت الستيب؟ قال لك الادفانتج بتاعت الستيب باك تكنيك، قال لك ذيس تكنيك كرييت سمول ايبكس. الايبكس بتكون صغيره لان انت بتفوتها وبتكمل في التيبر بتاعك،
وقال لك ان التيبر بتاع الكنال تقدر تغيره عن طريق ان انت تغير المسافه ما بين الانسترومنت. يعني مثلا انت لو بتستخدم لو المسافه اللي انت بتسيبها وبتصغرها 1 مللي، لو خليتها نص مللي هتكبر التيبر اكتر، هتكبر التيبر اكتر. طب ايه هي الديس ادفانتج؟ قال لك difficult to insert الانسترومنت في الكنال. difficult ان انت تirrigate الابيكال ايه ريجن، الابيكال ريجن صعب ان انت تعمل لها irrigation كويس. قال لك مور تشانس ان انت تباش الدبرس ايبيكالي، وتايم كونسيوم بتاخد وقت كتير قوي. قال لك انت عندها تندنستي ان يحصل ستريتنج للكنال. مع كل الفايلات اللي بتدخل دي ممكن تعمل ستريتنج للكنال، ودي مشكله. حلو. قال لك الكيرفتشر بتاع الكنال از ريديوزد ديورنج الميد روت فليرنج، ذس وايل بي لوس اوف وركينج لينز. ممكن برضه يعمل لك لوس في الوركينج لينز. ايتروجينيك ايرورز، ممكن يحصل ايتروجينيك ايرورز زي ان يحصل ليدج، او ان يحصل سيباريشن، او ان يحصل زيبنج، او ان يحصل ان الابيكال بلوكج او ايبيكال بلوكج. يبقى كل دي ديس ادفانتج كتيره قوي للتكنيك ده. بعد كده عملنا موديفايد ستيب باك. قال لك التكنيك ده البريباريشن از كومبليت في الابيكال ثيرد اوف الكنال. بعد كده الستيب باك بروسيجر از ستارتد من 2 ل 3 مللي شورتر اوف الماينور دايمتر او الماينور ايبيكال كونستريكشن. حلو علشان ده بيديك اكتر بارالينج في الايبكس، فده يديك ريتنشن اكتر عند الايبيكال اريا. يبقى الموديفايد ستيب باك قال لك بدل ما تقلل 1 مللي، لا تعالى عند الايبكس الحته الايبيكال ثيرد وسيب من 2 ل 3 مللي، خليهم باراليل لبعض، فده يزود لك الريتنشن. الادفانتج ايه؟ هيقلل ليس تشانس ان يحصل ايبيكال ترانسبورتيشن. انت سبت مسافه كبيره شويه للايبكس فمش هيحصل ترانسبورتيشن. طب الديس ادفانتج قال لك ليس سبيس فول الاريجيشن مش هيعرف يدخل اكتر لجوه كده، ودي يحصل اكيوميليشن للدبرس في الكنال. تمام. بعد كده عندنا الباسيف ستيب باك تكنيك، او قال لك الباسيف ستيب باك تكنيك ده جرادوال انلارجمنت اوف الروت كانال في الابيكال تو الكورونال دايركشن without apply force. يبقى الباسيف without apply force ان انت بتعمل كومباينيشن ما بين الهاند انسترومنت والروتاري انسترومنت اللي هي الجي جي والبيسوريمر تو الكورونال فريرنج، ان انت بتعمل كورونال فريرنج بمين؟ بالجي جي. التكنيك ان انت هتديترماين الوركينج لينز هاند فايل 20 25 30 45 انسرتد باسيفلي من غير اي قوه. حلو. بعد كده تستخدم الجيتس جليدن او الجي جي دريل 1 2 و3 و4 يوزد تو فلير الكورونال فير. بعد كده ريكونفلماتوري اوف الوركينج لينز. بعد كده الكنال زين بريبير والسيكوينشال يوز بروجريسيفلي لارج انسترومنت بليزد سكسيسيفلي شورت وركينج لينز. بقى ايه ده بقى ايه الكلام ده؟ قال لك ان انت اول حاجه هتديترماين الوركينج لينز، بعد كده تستخدم هاند فايل زي ما احنا شغالين عادي جدا ستيب باك تكنيك على استيميتد وركينج لينز، اكنك بتحضر كده اي حاجه على الاستيميتد وركينج لينز ده. بعد كده جيت سجليدن تعمل بيه كورونال فرير، يبقى انت كده اكنك حضرت الكنال. بعد كده تاخد وركينج لينز تاني، وعلى الوركينج لينز تعمل ستيب باك تاني بروجريسيفلي بشكل بروجريسيف شويه. حلو وتكبر الكنال بتاعتك وتاخد شورت على شورت وركينج لينز. يبقى انت كده عملت ايه بقى؟ اكنك حافظت على الوركينج لينز بتاعك، ان انت عملت وركينج لينز بعد ما عملت بريباريشن للكنال. تمام. بعد ما خلصنا ايبيكال كورونال هنتكلم على كورونال ايبيكال. عندنا اول واحد كراون داون، بعد كده ستيب داون بريشرلس تكنيك. هنتكلم على الاثنين دولت اكنك بتقارنهم ببعض. الكراون كبير فهتبدا اول فيز الكورونال بارت من فوق بالجيجي ولا بالفايلات؟ مين الكبير؟ احنا قلنا كراون كبير. تمام. كراون كبير يعني هتبدا بالجيجي ولا بالفايل؟ لا بالجيجي فيرست. طيب بجيجي كبيره ولا صغيره؟ لا جيجي كبيره، بعد كده اصغر فاصغر لحد ما تخلص الكورونال فليرنج. بعد كده هنبدا في الميدل سيرد بفايلات بقى. طيب فايل كبير ولا صغير؟ قلنا كراون كبير، يبقى فايل كبير ثم اصغر. بعد كده هتخش للكورونال ثيرد، هتحدد الوركينج لينس وتبدا تشتغل بالفايلات. فايلات لارج فايل، بعد كده اصغر لحد ما تخلص الايبيكال بريباريشن بتاعك. يبقى انت في الكراون داون بشغال كبير. تمام. طيب بعد كده الستيب داون نفس الكراون داون ولكن هتعكس
الستيب داون صغير مش كبير. يعني هتبدا في الكورونال فريرنج بايه؟ بالجيجي ولا بالفايل؟ لا بالفايل. طب فايل كبير ولا صغير؟ لا صغير، وبعد كده اكبر فاكبر فاكبر. بعد كده هتوصل تستخدم الجيجي، صغير كبير كبير. خلصت كده الفليرنج. تمام. بعد كده هتستخدم الفيز 2 الابيكال بقى. قال لك البريباريشن ديسند الفايل سيكونس بروجريسنج باي 1 مللي اوف الابيكال بورشن اوف الكنال زين انلارجد تو ابروتش الايه الماستر فايل. يعني ايه؟ يعني انت بتبدا بفايل صغير وتبدا تكبر زي ما احنا قلنا دي ستيب داون، تكبر لحد ما توصل للماستر فايل بتاعك. تمام. بعد كده عندنا البالانسد فورس تكنيك. بالانس فورس يعني انت بتتحكم في القوه، مش بتضغط جامد يعني. طب احنا مش هنضغط جامد ازاي؟ ان احنا نلف عكس عقارب الساعه، دي اول حاجه. قال لك ده ان انت هتعمل الكورونال والميدل ثيرد اوف الكنال عن طريق ايه؟ الجي جي دريل. ازاي بقى؟ ان انت تحط الفايل كاونتر كلوك وايز وتضغط ايبيكالي. انت تلف كاونتر كلوك وايز وتضغط ايبيكالي، هتلاقي الفايل بتاعك ماسك في الدنتين. بعد كده تعمل ايه؟ كاونتر اللي هي كلوك وايز وايه؟ ويزدرو. كلوك وايز ويزدرو، تقطع شويه في الدنتين بالايه؟ الكلوك وايز، وتسحب بقى. يبقى انت بتعمل ايه بقى في البالانسد فورس؟ ان انت تنزل كاونتر كلوك وايز. تمام. وكلوك وايز ويزدرو، كاونتر كلوك وايز وبريشر، كلوك وايز ويزدرو، كاونتر كلوك وايز وبريشر، كلوك وايز وايه؟ ويزدرو. يبقى انت بتضغط وبتنزل ايبيكالي كاونتر كلوك وايز علشان تقطع قليل في الدنتين، مش تقطع جامد، مش تعشق قوي في الدنتين. تمام. وانت طالع بتطلع كلوك وايز وتسحب لورا، فده يخليك تاخد بقى ايه؟ الدبرس ديت تطلعها بره. كرر في الخطوه ديت لحد ما تخلص الكنال بريباريشن بتاعك. يبقى التكنيك ده خلاك مش تقطع قوي في الدنتين، بالانسد ايه؟ ببالانسد فورس. تمام. طبعا انت بتعمل كلوك وايز ربع لف، كاونتر كلوك وايز ايه؟ وتكمل بقى. طيب الدبل فليرنج تكنيك ده قال لك ان الكنال بريباريشن بالكراون داون يوزنج كي فايل. يبقى الدبل فلير تكنيك ان انت بتبدا تعمل الكنال بريباريشن بايه؟ بكراون داون باستخدام كي فايل، وبتقلل في السايز. يعني ايه؟ يعني سايز كبير صغير. بعد كده تعمل ستيب باك تكنيك. ازاي؟ ان انت بتكبر السايز. يبقى الدبل فلير ان انت تعمل فلير مرتين. اول حاجه تعمل كراون داون بكي فايل، بعد كده ستيب باك. تمام. طيب ازاي بقى؟ اول حاجه هتعمل ديترمينيشن للوركينج لينث، بعد كده تعمل كراون داون الروت كانال بريباريشن بالكراون داون زي ما احنا متعودين، جي كبير، جي صغير، كي فايل كبير ثم صغير. تمام لحد ما توصل للايبيكال، تعمل ايبيكال انلارجمنت وتوصل للماستر فايل بتاعك. بعد ما توصل للماستر فايل تعمل ستيب باك تكنيك. تمام. الادفانتج بقى قال لك ان هو بيديك جريتر تيبر للسيرفايكال والميدل سير، ان انت بتريموف كل الكنال كونتنت مور افكتيف في الروت كانال في الكليننج، ان انت بتحسن الكليننج قوي، بتعمل كليننج زي الفل. انت بتبدا بالسيرفايكال ثيرد، بعد كده الميدل ثيرد، وبتريموف اي حاجه بتقابلها في وشك. ده بيزود لك الكواليتي بتاعه الروت كانال فيلينج كومبيرد تو الكونفنشنال تكنيك. فاسيليتيت الاريجيشن ان هو يدخل اسهل للكنال بتاعتك. بعد كده عملنا موديفايد ستيب باك او موديفايد دبل فلير. احنا عملنا دبل فلير ان انت تعمل ايه؟ كراون داون ستيب باك. طب الموديفايد دبل فلير قال لك ان انت زي الدبل فلير بالظبط، ولكن كراون داون يعني وستيب باك، ولكن بتستخدم نون كاتنج تيب انسترومنت اللي هي فليكس ار. يبقى الموديفايد ستيب او الموديفايد دبل فلير الفرق الوحيد ان انت بتستخدم معاه فليكس ار. وده السؤال، ان بتستخدم ايه في الموديفايد دبل فلير؟ موديفايد دبل فلير مع الفليكس ار فايل، وده يعمل لك بالانسد فورس. بعد كده عندنا الهايبريد تكنيك ان انت تعمل كومباينيشن ما بين الستيب داون فولود باي ستيب باك. خد بالك احنا قلنا الدبل فلير كان ايه؟ كان كراون داون ستيب باك. تمام. الهايبريد لا، ستيب داون مش كراون داون، ستيب داون، بعد الستيب داون ستيب باك. حلو. قال لك البوث روتاري اند الهاند انسترومنت ار يوزد. قال لك التكنيك بقى، انت بتستخدم يعني روتاري وهاند انسترومنت. التكنيك
قال لك بيتنسي ويز كي فايل، تبدا تعمل بيتنسي بعد ما تعمل الكي فايل وتشوف الوركينج لينس بتاعك او تعمل بيتنسي يعني تحس بالكنال كده عامله ازاي. تبدا تعمل من الكورونال ثيرد بريباريشن عن طريق الستيب داون. بعد ما تخلص الستيب داون بتاعتك تعمل وركينج لينس ديترمينيشن. بعد ما تعمل وركينج لينس ديترمينيشن اعمل ستيب باك تكنيك بالايه بالماستر فايل بتاعك. تمام.